بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة يا رب العالمين. ربنا يرزقكم كل اللي تتمنوه يا رب، اللهم امين. النهارده اكله بقى، حبيبه الملايين من الشعب المصري كله، يعني او لو ما كان يعني معظمه، عشان بس ما نبقاش يعني ايه بنكتر. معظمه بيحب الاكله دي. اكله فوارغ. الفوارغ دي اهلنا في سوريا واهلنا في العراق والدول العربيه بيقولوا عليها فوارغ. احنا بقى بنقول عليها بقى كرشة وممبار وحلويات حلويات الذبيحة يعني. أكلة حلوة وما شاء الله، هي متعبة شوية، لكن انتي لو نظفتيها كويس واهتميتي بنظافتها وعرفتي تعمليها ازاي، طبعا هتحبي تعمليها وتحب تاكليها. الأكلة دي يا جماعة، حبها أو كرهها بيتوقف على انتي كلتيها من ايد مين لأول مرة، ويا ترى عاملاها لك حلوة ولا كرهك فيها. طبعا زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، احنا جايبين لكم مقتطفات الحاجات اللي في الفيديو يعني في الاول كده، لكن احنا هنمشي معاكم خطوه بخطوه. هنا الممبار بتاعنا بيبقى جايبينه من عند الجزار، بيبقى يعتبر منضفينه نص تنظيفه. احنا هنا بنحط ايه بقى؟ ملح وسكر وليمون ودقيق في الممبار بتاعك، وتقلبيه بقى يمين وشمال وتغسلي فيه لحد ما يبقى فله معاكي وترضي على النظافه بتاعته. بتقلبيه كده. اللي مش عارفة طريقة تقليب الممبار وبتغلب في القلب بتاعه، هو زي ما انتم شايفين كده. الطريقة واضحة وصريحة معاكم اهي. تحت المية بيتقلب معاكي وزي الفل. بتخلصي بقى الغسلة الأولانية دي بالدقيق والملح والحاجات دي، وتنقعيه بقى زي ما انتوا هتشوفوا معانا دلوقتي. هتنقعيه في احنا طبعا زي ما قلنا لكم ان احنا بننشف قشر البرتقال عشان بنحطه في التتبيلات بتاعتنا، قصدي في اي حاجة بننقعها. هنحط طبعا طماطمتين على ليمونتين، على ملح، على سنة سكر، على في ناس تحط ورق لوري، في ناس تحط قرفة. ده كله في النقع. طبعا النقع ده كله بيتوقف على انتي طريقتك في النظافة بتاعتك، لكن شوفوا بقى ما شاء الله الحاجة طالعة معاكم زي الفل. ويا ريت يا جماعة ملح الليمون يعني ملح الليمون في ناس يعني والعياذ بالله بننضف الحاجات دي ببطاس، لكن دي طبعا هجيب لكم تسمم. يعني يا ريت ما حدش يعمل الطريقة بتاعة البطاس والملح الليمون. خلينا في الحاجات الطبيعية والحاجات اللي احنا طبعا ادام حاجة هناكلها لازم نراعي الدقة فيها. طبعا عشان الاطفال هتاكل معاكي، ممكن حد كبير يستحمل، لكن الاطفال هتاكل معاكي وهتأثر على صحتك بعد كده. بصوا بقى، الكرشة بتاعتنا زي الفل وبيضة شمعة وفلة شمعة منورة اهي. طماطمايه عندك مثلا، حطيها قشر برتقان، وهتحطي ليمون وسكر وملح، وتسيبيها بقى يعني بالذات الكرشه والفوارغ او الممبار والكرشه بيحب يتنقع حلو. احنا طبعا زي ما انتم شايفين، دي الصلصه اللي احنا بنعملها معاكم، متعودين نعملها معاكم في القناه. بتسهل عليك كده بقى، بتطلعي من الفريزر، متاخدش وقت كتير خالص في الفك. ممكن 10 دقايق بالكتير وتشطفي بس الكيس من بره تحت الحنفية، بتلاقيه بيفك معاكي وزي الفل. وطريقة سهلة، مش هتضطري بقى تفرمي ولا تعملي، هي مرة واحدة مثلا في الشهر. حسب مقدرتك. لو قدرتي تخزني الطماطم، ما شاء الله جميلة جميلة جميلة. لو متوفر معاكي مبلغ مثلا فايض معاكي من الشهر وحبيتي تجيبي طماطم تخزنيها، بتوفر معاكي زي ما انتم شايفين. مفيش، بس يا دوب قطعنا البصلة ونزلنا بالتسبيكة بتاعتنا، تطلع معاكم ما شاء الله حمرا وزي الفل. عايزة تفرمي عليها طماطمتين فريش، عادي مفيش مشاكل، لكن احنا بصي استكفينا اهو بالصلصة اللي احنا عملناها معاكم. تطلع معاكي التسبيكة بقى زي تسبيكة اي تسبيكة حابة تعمليها، ما شاء الله زي السكر، وتطلع معاكي الحاجة ما شاء الله جميلة جميلة جميلة. آه، زي ما انتم شايفين اهو. آه، خلاص، بص خلاص، احنا ننزل بالبصل بتاعنا بنقطعه. احنا بنحب طعم البصل يا جماعة، او بنحب نشوف البصل. في ناس ما بتحبش تشوف البصل خالص في الطبيخ. ممكن تبشريه، مش هيبقى باين خالص في الطبيخ، لكن احنا المحشي بالذات لازم تقطعي له البصلة.
ده يعني ناس كتير بتعمله بالطريقة دي، بيبقى معاكي واخد طعم البصل والخضار طبعا هنعمل معاكم ورق عنب، بس مش هنجيبه في الفيديو ده، بس يعني ايه، هنخصص الفيديو ده بس للممبار والفوارغ زي ما احنا بنقول لكم. بصوا بقى المنظر الجميل بتاعنا، تطبخي وتسمعي صوت العصافير وتسمعي وتشوفي طبعا المنظر الجميل اللي قدامكم ده. خلاص احنا سبكنا معاك اهو. اول حاجه بتبداي بيها بالتسبيكه، تركنيها على جنب، تكوني غاسله الرز بتاعك وتسيبيه يتصفى. والخضار بتاعك طبعا بتغسليه سليم، بتحطي شويه ملح في شويه ميه كتير وتسيبيه. حتى لو هو نضيف معاكي هتشوفي بقى الرواسب اللي هتنزل منه، هتندمي ان انت ما بتغسليش الخضار وهو سليم. لازم الخضار يا جماعه يتغسل وهو سليم، مش وهو متقطع. طبعا بتقطعي الممبار بتاعك حسب يعني حسب الحجم اللي انت عايزاه. هنا متوسط يعني، لا كبير ولا صغير، وما شاء الله جميل. بصوا بقى اهو التسبيكه الخلطه دي هنحشي بيها ورق العنب والممبار. بصوا بتخلي الممبرايه بتاعتك بصي مش مليانه، وبصي يعني بتزغميها تكون تخينه كده. بتحاولي ايه تمسحيها كده، تفضي اي زوايد منها من الرز، يطلع معاكي الممبار زي الفل زي ما هتشوفوا معانا في الفيديو. هنخلص بقى الكميه بتاعتنا. طبعا يعني التركه بس في حشو الممبار ان انتي بتخليه يعني يعتبر متفرغ كده، مش اللي هو بتمليه رز. هي التسبيكة دي اللي بتحشي بيها الممبار، اللي بتحشي بيها خلطة المحاشي كلها. دي الخلطة المصرية الأصلية بتاعتنا، بتاعت المصريين عامة. عايزة أقولكم على حاجة يا جماعة، خافوا على أولادكم، لأن يعني خافوا عليهم من موبايلات. يعني مش رفاهية إن انت تدي لابنك الموبايل. حتى لو انت بتديهوله، لازم تاخدي بالك من طفلك بيخش على مواقع ايه، وبيستعمل ايه، او مين اللي بيكلمه، او هو داخل بينزل لعبة ايه، لان دلوقتي حتى الالعاب عادي تخاف منها. فخدوا بالكم من عيالكم، ربنا يحفظ اولادنا جميعا يا رب، اللهم امين. طبعا ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة عشان ان شاء الله نكبر بيكم. خلاص بقى، بصي بقى بتحطي زي ما انت شايفه كده البيكو جرنيه بتاع الشوربه بتاعتنا بتاعت الممبار. احنا طبعا مش يعني الشوربه بتاعت الممبار مش بتتشرب، يعني احنا كده كده مش بنشوح، احنا بنرميها. مع انها بسم الله ما شاء الله معاكم زي ما انتوا هتشوفوا، هتلاقيها معاكم زي الفل. تحطي ورق لوري وتحطي، عايزه تحطي حبهان حطي حسب طعم الشوربه، طعم الممبار السليق اللي انت بتحبيه. طبعا مش هتحطي طماطم لان هو كده كده اصلا هينزل من الخلطه اللي هو محشي بيها. وهتحطي بس بصل، ممكن تحطي بصله وفصين 3 توم، وورق لوري وحبة حبهان وخلاص. الملح بتاعك طبعا لازم تظبطيه عشان يطلع معاكي متطعم، ومش محتاج اي حاجة غير ان هو يتقلي بس، وعلى الاكل على طول. وبألف هنا والشفا على قلوبكم يا رب. الوصفات بتاعتنا سهلة وبنمشي معاكم خطوة بخطوة. ما تنسوناش طبعا باللايك والاشتراك في القناة وتعليق حلو زيكم طبعا يا جماعة. يا ريت تقدروا القناة لو بتعجبكم. المقطع ده شكله تعاد تاني لكن الممبار زي سليق الكرشة بالظبط. الكرشة بتحط لها بصلتين، وعايزة تحطي عندك جزر حطي، عندك توم حطي، بصلتين حطي، طماطمتين حطي، جزر، ورق لوري، حبهان، عود قرفة. يبقى تبقى معاك الكرشة مظبوطة وزي الفل، و10/10. هو زي ما انتم شايفين اهو الممبار بتاعنا يعتبر خلص معانا. وهتشوفوا معانا هنحمره معاكم، وسفرتنا جميلة. وعايزة اقول لكم اللي واخد ده ان هو يعمل الاكلة دي طبعا بتخلص معاه على طول. بتحطي الحاجة بتاعتك وتسيبيها لحد ما بتحطيها طبعا في مية سخنة. لازم تكون المية مغلية معاكي، مية الممبار تكون مغلية معاكي عشان ما يفكش منك يا ست الكل. دي تركاية برضو. واحدة تقوم حاطة مالية المية وحاطة الممبار، لا طبعا ما ينفعش. لازم تكون المية سخنة معاكي، وحاطة فيها الورق الطعم اللي انت منكهها بالنكهة اللي انت عايزاها. يطلع معاكي الحاجة زي ما انتم شايفين زي الفل اهي. وادي خلاص خلصنا الممبار بتاعنا هنحمره، وحاجة كده يعني فاخر من الاخر. اكل يستاهل بقكم، وانتوا تستاهلوا كل خير، ويا رب الامة الاسلامية جميعا تكون بخير.
واللهم انصر اخواتنا في فلسطين. انا حاسه والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان النصر قريب، وباذن الله باذن الله يعني ربنا ان شاء الله مش هيضيع الناس، يعني مش هيضيع الناس اللي استشهدت دي، وعند الله بق، وما عند الله بق طبعا. وتفائلوا خير باذن الله ان النصر جاي جاي باذن الله، وقريب جدا ان شاء الله. بصوا بقى الممبار بتاعنا، بصوا بقى القطمه اللذيذه دي. دي كانت السفرة بتاعتنا النهاردة، وسفرة ما شاء الله استاهل بقكم. وكان الأكل بسم الله الرحمن الرحيم جميل جميل جميل. يلا بقى قوموا اعملوا السفرة الجميلة دي. وطبعا شم النسيم كمان يومين. عايزة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. وعايزة أقول لكم الفسيخ اللي احنا فسخناه اتاكل، حتى ما لحقتش أصوره وهو بيتاكل. لكن إن شاء الله هنرجع لكم بطريقة ونجيب لكم كمان واحنا بنفتح عليه واحنا بناكله. لكن بسم الله ما شاء الله هو خلاص خلص، فما لحقناش نصوره. ده كان الأكل بتاعنا النهاردة، وفيديو ما شاء الله جميل وحبيب الملايين. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.